السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتعرف على المتغيرات. نعم، كيفية تعريفها. نعم، سوف ندخل للمكان الذي قمنا بالتثبيت عليه الايزي بي اتش بي. ندخل إلى بروجرام فايل ايزي بي اتش بي www. ندخل للمكان الذي وضعنا به صفحتنا، ندخل لها هكذا فهي فارغة كما تلاحظون. نعم، سوف نقوم بكتابة الوسم الخاص بالبي اتش بي. عفوا، بي اتش بي. بعد ذلك نقوم بإغلاق هذا الوسم. نعم، نضع لتعريف أي أو لإعلان أي متغير نضع الرمز دولار الخاص بالدولار. نعم، نكتب مثلا دولار، نسميه var مثلا 1 يساوي. نعم، لا يجب دوما تذكر نقطة فاصلة، شيء أساسي. نعم، نكتب بداخله مثلا دروس web.com. نعم، لإظهار هذا المتغير يجب علينا استعمال الدالة الخاصة بالطباعة ألا وهي إيكو. نعم، بنفس الطريقة لن نستعمل هكذا، لن نستعمل المعقوفات. نعم، لن نستعملها، سوف نستعمل فقط دولار فار اسم المتغير ونعمل سيف، نضع نقطة فاصلة في الآخر. نعم، نذهب إلى اللوكال هوست، نعمل هنا ريفرش، ندخل إلى الملف هكذا. نعم، دروس ويب دوت كوم. نعم، هذا فيما يخص الجمل. نعم، سوف نقوم بإنشاء متغير آخر نسميه دولار فاغ 2 يساوي مثلا 1992 مثلا تاريخ الازدياد. نعم، لإظهار هذا المتغير نستعمل نفس الطريقة إيكو دولار فار 2 نقطة فاصلة. نعم، نعمل سيف. كما لاحظتم هنا في الأرقام لا نضع ما يسمى الجيومي بداخلهم، لا نكتب. نعم، إذ كنا نرغب باعتبارها كعدد مثلا لو نقوم بعملية حسابية مثلا، فلن تشتغل معنا إذ وضعناها هكذا لأنها سوف تعتبر كأنها string. نعم، نعمل save، والآن نعمل هنا refresh كما تلاحظون 1999. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.